متحمسة قوي للمسلسل. متحمسة قوي أشوف يعني اشتغلنا ازاي، عملنا ايه، اللي قريناه هيترجم على الشاشة ازاي. المسلسل اللي هيبقى مختلف قوي الصراحة. باخد وقتي في المذاكرة، باخد وقتي في التأمل. كواليس المسلسل كانت كويسة قوي. شغل مع كل الممثلين كان مريح، بأستاذ عمرو، أحمد مجدي. للأسف ما كانش ليا شغل مع أستاذ فتحي عبد الوهاب، بس بحبه قوي. يعني استمتعنا بالشغل وبالتجربة اتعلمنا برضو من مخرج مدرسته مختلفة تماما عن الحاجات اللي احنا متعودين عليها. هو مخرج شاطر، واعتقد ان هو كمان استمتع بالشغل معانا. هاني سلامة ممثل استمتعت قوي بالشغل معاه فعلا. ملوش يعني يحسسك ان هو مش نجم ولا بطل ولا عنده تاريخ ولا حاجة، بالعكس هو مريح قوي ومرحب بأي فكرة يعني مختلفة عن فكرته. في نقاش ما بيننا طول الوقت وفي كلام، في كيمستري صراحة ما بيننا. ومجد المصري ده كنت بضحك معاه طول الوقت، بيموتني ضحك طول الوقت. ساعات بقول له سيبني اركز، سيبني اركز، من كتر ما هو طول الوقت هو بيقول افيهات وبيضحك قوي. صراحة بحبه قوي. باخد وقتي في الفرجة، يعني بحاول ان انا اي دور ليا اتفرج على حاجات كتير، مش بسرق افكار او بقلد اداء خالص، لا، بس ده يعني بيشحنني. بذاكر الورق على قد ما اقدر، يعني عشان كده بحب اخد وقتي. بذاكر كل مشهد لوحده، كل مشهد ليه طريقة في الأداء، كل التحولات الشخصية. فيا ريت كل الأعمال نعرف كلنا كممثلين ناخد يدونا وقتنا عشان نعرف نذاكر كويس. أنا أصلا من الشخصيات اللي بتتوتر بسرعة، فأنا في الشغل في التصوير ببقى يعني مهزوزة طول الوقت ومتوترة وعندي شكوك. وده الصراحة مش مريح، يعني مش مريح ليا. بتعب قوي في كل عمل، بتعب قوي. فبحاول بشتغل على نفسي دلوقتي عشان ابقى هادية اكتر، عشان ما اتعصبش، عشان لما بتعصب انا شغلي يبوظ وانا عصبية قوي. فبحاول دلوقتي ان انا بشتغل على نفسي، وان انا ابقى مركزة اكتر على شغلي، ومش اي حاجة تهزني ومش اي حاجة تبوظ لي شغلي.